نصيحة مهمة جدا للتعامل مع الشخصيات السامة. ما تناولهوش أبدا اللي في باله. دايما خليك حذر من الطريقة اللي بتتعامل بيها معاه. هو عاوز يجرك الحتة بتاعته، الحتة اللي سودة دي، اللي هو بصوا هو بيعمل ايه، شايفين رد عليا ازاي. هو أصل المشكلة لو هو ما كانش بيعمل تصرفات مش كويسة أنا ما كنتش هتعامل معاه بالأسلوب ده. دايما بيجرك ناحيته، بيجرك ناحية الحتة اللي هو عاوزها. ذكاء بقى ان انت ما تروحش معاه في الحتة دي. دايما تتعامل معاه بمنتهى الهدوء والبرود، ومهما حاول يستفزك انت بعيد وهادي جدا ومبتردش عليه نهائي. كده انت بتحطم له كل خططه، لان هو الخطة الاساسية بتاعته ان هو ياخد رد فعل، ياخد اثبات ان انت شخص مش كويس ويقلب الترابيزة عليك. بدل ما هو اللي كان بيستفزك وبيقولك حاجات مش كويسة، بقيت انت اللي شخص مش كويس لان انت عملت ورديت وقلت. هما بيكونوا شاطرين جدا في الحتة دي. انت تفوق عليه بقى في الذكاء وسيبه كده، ما تردش عليه. خليه هو اللي بعد شوية هيتفرتك من الغيظ، لان هو محققش الهدف بتاعه، معرفش يوصل للنقطة اللي يجرجرك فيها ناحية هدفه ده. حقيقة ده هيحقق هدفين. اول واحد هيحسسه ان هو شخص ملهوش اي قيمة، وان هو كل اللي بيعمله ده مفقوس. الهدف التاني ان انت هتشتري راحة نفسك واعصابك، وهتفضل انسان هادي بدون ما حد يستفزك، وما تكونش سريع الغضب والاستفزاز. وده يخليه المرة الجاية يفكر مليون مرة قبل ما يحاول ان هو يستفزك ويدخل معاك في الصراع ده، لان هو عارف ان هيخرج منه خسران.